يعني لو حبينا نبسط الموضوع، نهايه الاركيان وبدايه البروتيروزويك كانت زي اول مشهد في مسرحيه بيبتدي بممثلين ثانويين قبل ما الابطال يظهروا. الكائنات ما كانتش لسه واخده وضعها تمام، لكن كل الظروف كانت بتتظبط علشان المستقبل يبقى جاهز لظهور الكائنات اللي هتحكم الارض بعد كده. وده ياخدنا لسؤال حلقتنا، ايه اللي حصل في الفتره دي بالتحديد؟ وازاي اتحولت الارض من عالم بسيط كله ميكروبات لعالم ابتدى يشوف ظهور اول الكائنات المعقده؟ اولا تعالوا نتكلم عن التطورات اللي حصلت في الارض. فاكرين ايه هي الكراتونات؟ لا مش الكراتين، الكراتونات هم النواه القديمه اللي بتتبني عليها القارات، زي كده ما نقول حجر الاساس، ودي عباره عن حتت من القشره الارضيه فضلت ثابته لمده طويله وبطلت الفرق بتاع الصفائح التكتونيه. دلوقتي السؤال هو امتى بدات الحاجات دي تتشكل؟ هل في الظهر الاركي اللي بدا من 4 مليار سنه، ولا في البروتيروزويك؟ ده سؤال ظريف. نبدا. الناس اللي بتقول ان الكريتنز بدات في الظهر الاركي بيقولوا ان الكريتنز دي كانت بتتشكل من الحمم اللي كانت بتبرد وبتعمل طبقات سميكه من القشره، وطبعا حصلت عمليات اندماج بين الطبقات دي بعد كده كونت القطر. لكن الفريق الثاني اللي بيقول ان الكريتنز دي فعلا بدات في البروتيروزويك بيرد عليهم، يا جماعه القشره الارضيه كانت لسه في مرحله النضوج في الظهر الاركي.